مشاهدينا ومتابعينا الكرام، في نهاية اللقاء المميز ونهائي مميز، نهائي آخر أسطورة بين فريق النخيل وفريق الزعيم، يتوج بذلك فريق النخيل بطل لبطولة آخر أسطورة. نقول ألف مبروك جماهير ولاعبين وجهاز فني وإداري، أيضا ألف مبروك للجماهير الحاضرة معنا مساعدين. متواجد بجانبي الآن طبعا مدرب السابق لفريق النخيل، أيضا الرئيس السابق لفريق النخيل، والداعم المتواصل لفريق النخيل بتواجده بحضوره بدعمه المعنوي والمادي في بطولة آخر أسطورة وجميع البطولات اللي سبقت بطولة آخر أسطورة. أبو عادي محمد، نقول لك ألف مبروك تحقيقكم لقب هالبطولة، بطولة آخر أسطورة. تميز للمدربين في هالبطولة، أيضا تميز ودعم للجماهير في هالبطولة. أول شيء الحمد لله والشكر على تحقيق هذه البطولة، بطولة محمد الشلهوب، ونحمد الله ونشكره على توفيقه وحصولنا على هالبطولة المستحقة بجدارة صراحة من بداية البطولة للنهاية. والنهاية انك تكسب فريق بطل مثل الزعيم بحد ذاتها بعد كذلك بطولة، وفريق الزعيم كان لو حصل بطولة يستاهلها لأن فريق بطل، ونحمد الله ونشكره على كل حال. هذا أول شيء. وبالنسبة لي أنا قبل ما تبدأ في أسئلتك اسمح لي يا أخوي عمير أني أهدي البطولة لعدة أشخاص. أول شيء أهدي البطولة للرئيس الفخري لفريق النخيل الشيخ فهد المطوع، أحد الداعمين والواقفين معنا في كل صغيرة وكبيرة، ونشكره في كل لحظة وفي كل منجز يحققه الفريق، فهو رجل يستاهل الشكر والثناء. وهذا واحد. اثنين، بالنسبة لأخواني أعضاء النخيل جميعا، الداعمين اللي وقفوا مع النخيل في البطولة هذه بالذات ماديا ومعنويا، شفتها معهم والتكاتف وشفت كل شيء، فودي أذكرهم واحد واحد عشان ما أنسى أحد. أقول شكرا لكم جميعا على الدعم المادي السخي في هذه البطولة، والوقفة الغير مستغربة منكم لفريقكم وللفريق بشكل عام. حضوركم دعمكم مع المادي والمعنوي كان ملحوظ تشكرون عليه، وأشكر إدارة الفريق مثلة بالأخ والرئيس عادي جلوي، وأشكر مدرب الفريق رداد ومساعده ممدوح وعبد الرحمن القحطاني المشرف، كانوا فيه تفاهم بينهم كبير وتناغم، وفعلا كان إدارة مثالية من جميع النواحي، وشكرا لهم شكرا لهم، ما أقدر أقول له شكرا لهم، وبيض الله وجيههم أن فرحونا بهذه البطولة. جميل. أبو عادي أنت ما شاء الله تبارك الله، يمكن بعض الأسئلة المهمة اللي كان ودنا نتكلم فيها أنت ريحتنا من البداية أبو عادي، ومنها عشان نريح لؤي بعد عشان ما تتعبوا الكاميرا. في هالبطولة أبو عادي شفنا تجمع كبير لأعضاء فريق النخيل بدعم سخي مالي قوي في هالبطولة أبو عادي. النخيل من بداياته من سنوات، وهذا هو الدعم المادي والمعنوي من جميع النواحي موجود والحمد لله. وأعضاء النخيل لا واحد ولا اثنين، مئات كثير، صغير وكبير وقديم وجديد، يقفون معنويا وماديا. والنخيل بحد ذاته أنا أعتبره دائم، ما هو عشان أحد أعضاء النخيل غير بالنسبة لي وأشوفه قدامي في جميع النواحي، لا تنظيميا لا فنيا لا ماديا لا إعلاميا لا تنظيميا، في كل النواحي النخيل غير. فأنا أقول هذا كله من فضل الله سبحانه وتعالى، ثم فضل تكاتف جميع أعضاء النخيل فردا صراحة. ما تحسب للشخص الواحد أنا ولا عادي ولا رداد ولا ثاني، لا، كل الجميع ساهم. وصراحة بذكر أشخاص نسيتهم ساهموا نعم في هالفريق، في صنع هالفريق تمام ومسيرة الفريق. عمر الحامد صراحة له وقفات ودرب الفريق، ويوسف الحارثي وممدوح الذيابي وعادي درب، كل الجميع صراحة ما قصروا عشان ما أنسى، كل الجميع ساهم تمام في الإنجاز هذا، ووقفاتهم شهاداتهم مشوراتهم دعم المادي والمعنوي. كل النخيل دائم يوقف كرجل واحد، وهذا الحمد لله الديدن نمشي عليه وبإذن الله نستمر عليه بإذن الله. طبعا بعد الكاس الغالي وفي بطولة كبيرة مثل بطولة آخر أسطورة بتنظيم فريق الزعيم، نقدر نقول انفتحت الآن البوابة لتحقيق البطولات اللي كان يحققها فريق النخيل واستصعبت عليه في بعض البطولات الأخيرة الكبيرة. أبو عادي الحمد لله النخيل ما غاب. في ناس كثير يقول النخيل غاب، أنا أعتبر النخيل ما غاب، النخيل متواجد. النخيل هو
أنا بالنسبة لي أتكلم هو اللي سوى كل شيء للحواري، في تنظيم، في ترتيب، في نهضة والتطوير والأشياء. فالنخيل بتواجده ما حقق بطولة، نعم حقق بطولات أهم من البطولة اللي تكون مثل بطولة زي هذه، وأن البطولة هذه مهمة بالنسبة لنا. نعم في بطولات حققناها هي أهم، تواجدنا، استمراريتنا. النخيل بحد ذاته في آخر سنوات خسر 13 نهائي، ومنها بطولات كبيرة على رأسها بطولة تنمية، بطولة القناص، بطولة الملكي، بطولات كثيرة. تمام. يمكن آخر بطولة حققها النخيل كبطولة كبيرة ولا القيمة بطولة طويق، تمام، عام 31 حسب ظني 31. فإنك تغيب هالسنوات هذه وتحقق بطولة تحمل أسطورة من أساطير الكرة السعودية ومحبوب الجميع محمد الشلهوب، فهذه بحد ذاتها أنا أعتبرها الحمد لله رجعة من البوابة الكبيرة، رجعة منك ترجع من البوابة الكبيرة من فريق بطل مثل الزعيم. فكلها أنا أقول لك جدا جميلة البطولة هذه بحد ذاتها. أنا أقول حققنا فيها شيء كبير وأشياء كثيرة. جميل. أبو عادي عشان نتدارك الوقت، أبو عادي كلمة لفريق الزعيم بقيادة يوسف ضاحي على تنظيم هالبطولة ونختم فيها. أبو عادي أول شيء أشكر اللجنة المنظمة جميعا، أعضاء اللجنة ممثلة بالرئيس اللجنة الأخ عبد يوسف ضاحي وعزيز عقيلي ورامي، وأحب أني ما أحب أني أنسى أحد ودي أذكرهم كلهم، فأقول شكرا لهم. بطولة كانت مثالية، تنظيم مميز وختامها مسك والحمد لله والشكر مثل شفناه اليوم. فأقول شكرا لكم واعذرونا عن أي قصور بدر من النخيل وأي شيء. فأنا أقول الحمد لله والشكر على كل حال، ونشوفكم إن شاء الله بإذن الله بطولة قادمة. تقول رداد؟ فك النحس رداد. رداد الآن هو محبوبنا، صار اللي فك النحس النخيل جاء مدربين وما فك النحس رداد. فأقول الحين فك النحس، وعشان كذا راح نجدد الثقة فيه مع الأخوان الثانيين بعد سنة ثانية. تمام. ورداد ما قصر، تعب واجتهد والحمد لله. رداد يستاهل بطولة انه تعب واجتهد وتعب في اشياء كثيرة يمكن ما حد يدري عنها، انا ادري عن كل صغيرة وكبيرة. فرداد انضغط وسهر واتصالات ودعم معنوي ومادي سواه كله، فهو يستاهل. الاول انا اقول رداد انا اهدي البطولة الاولى، لانه صراحة لان شفت تعبه، شفته وانا كنت قريب وشفت تعب رداد. فاقول رداد بيض الله وجهك يا ردو، وان شاء الله باذن الله ان نكرمك خير تكريم باذن الله. هل الكاس يروح لفهد مطوع ابو بندر؟ باذن الله اكيد نهدي الرمز ابو بندر باذن الله، نجيه ولحد بيته ونهديه البطوله هذه، ويستاهل ابو بندر. بالعكس دائما واقف معنا، اقل شيء نقدمه له بطوله الشلهوب اسطوره الكره السعوديه. يعطيك العافيه. الله يعافيك. شكرا اخوي عمير، شكرا لؤي، شكرا للجميع.